بيكم أولى ثانوي في فيديو جديد، وهنحل مع بعض الانتجريتد ساينس أو العلوم المتكاملة ويكلي أسايمنت شابتر 2 ليسن 3. تعالى نقرا مع بعض. أول سؤال بيقول لي What is the primary material used in manufacture of solar cells؟ عايز يعرف السولار سيلز بتتكون من ايه او المادة اللي بتستخدم في التصنيع بتاعها. مديلك اكتر من تشويس: A الكبر، البي السيليكون، سي الالومنيوم، وعندك دي الايرن. اكيد طبعا الاجابة بتاعتنا هنختار مين؟ هنختار السيليكون. يبقى 1 هنختار لها بي. السؤال رقم 2: How do the solar cells convert the light energy into electrical energy؟ معنى السؤال بيقولك ازاي السولار سيلز او الخلايا الشمسية بتعمل كونفرجن، بتحول اللايت انرجي into electrical energy. ايه رأيك تبص على التشويسز كده وتعالى نشوف مع بعض هنختار مين؟ هل يا ترى by heating water، 2 by displacing the electrons by photons، ولا by burning the fossil fuels، ولا by moving التوربينز؟ اكيد طبعا الاجابه الصح ان انا بعمل by displacing electrons by photons. السؤال رقم 3: how can the efficiency of the solar cell can be measured؟ معناها بيقول لك ازاي الكفاءه بتاعه السولار سيل احنا بنبتدي ان احنا نقيسها. تعالى نقرا مع بعض التشويسز اللي عندنا. by comparing the electrical energy produced to the instant light energy، يعني هتقارن الالكتريك انرجي اللي اتكونت بالانستنت لايت انرجي اللي نزلت عليها، ولا by measuring the temperature of the cell، ولا by measuring the weight of the cell بتقيس الوزن، ولا by measuring the rotational speed of the cell يعني قوة الدوران بتاعتها. أكيد طبعا هنختار A by comparing the electrical energy produced to the instant light ray أو instant light energy على السيل. السؤال رقم 4 ديت عبارة عن مسألة وبيقول لك ايه: If the solar cell produces potential difference 12 volt and passing a current 2 ampere، عايز يعرف الالكتريكال باور هتطلع قد ايه. اكيد طبعا كان عندنا القانون كان طبعا موجود في تريانجل، بيقول لك ان الالكتريكال باور كانت بتساوي الاي تايم الفي، يعني الالكتريكال باور بتساوي الالكتريك كارنت انتنسيتي الاي تايم البوتنشال ديفرنس اللي طبعا الميجرنج يونت بتاعتها بالفولت. كل اللي انا هعمله هعوض بس في الرول بتاعتي او في القانون بتاعي. الاي عندنا بكام؟ ميس الاي عندنا ب 2 والفولت او البوتنشال ديفرنس ب 12، يبقى انا هعمل 2 تايم 12 ايكوال 24، وما انساش طبعا واتس. يبقى انا هختار على طول الاجابه بتاعتي هتبقى 24 واتس اللي هي سي. نبص على السؤال الاخير في الصفحه، بيقول لي why are the wind turbines built in open high altitude areas؟ معناها ليه بيقول لك ان التوربينات بتاعه الويند او الحاجات الطواحين بتاعه الهواء دايما بنبنيها في مكان يكون مفتوح وبيكون عالي وفي منطقه فاضيه. تعال نشوف مع بعض كده التشويسز عندنا مين. because they are less expensive in this area، عشان المنطقة ديت بتكون أرخص، ولا because the wind speed is higher in this area، عشان سرعة الويند بتكون عالية في المناطق ديت، ولا because they are tourist area عشان دي منطقة سياحية، ولا because they are close to the cities يعني قريبة للمدينة. طبعا أكيد الإجابة واضحة خالص إن أنا أختار مين، علشان الويند سبيد في المناطق المفتوحة هتكون أعلى، فالإجابة بتاعتي هتبقى B. السؤال رقم 6 مديني مسألة بيقول لي if the efficiency of the solar cell is 20%، يعني كفاءة الخلية الشمسية اللي عندك 20%، والincident light power كمية الضوء الساقطة على السل ديت 500 واتس، عايز يعرف الالكتريكال باور produced قد ايه. طبعا عندنا القانون بتاعنا هنعوض فيه عادي جدا وهنبتدي نطلع الريزلت. نشوف مع بعض القانون بتاعنا بيقول لك ايه عشان احسب السولار سيل افيشنسي او كفاءة السولار سيل. بتساوي الالكتريكال باور بروديوسد كمية الكهرباء اللي هتطلع من السولار سيل ديفايدد باي الاوبتيكال باور انسيدنت اون ذا سولار سيل كمية الطاقة الضوئية اللي نازلة عليها تايم 100. طيب ايه المتاح معايا؟ ما عندي الافيشنسي ب 20% ب 20%، انا عايزه الالكتريكال باور بروديوسد فروم ذا سولار سيل دي انا عايزها، عشان كده انا عامله لك كويستشن مارك ديفايدد باي ال 500 اللي هي الاوبتيكال باور انسيدنت اللي نازله لي على السولار سيل. كل الكلام ده هعمله بالكالكوليتر، ما تشتغلش بايديك خالص ولا بدماغك، بالكالكوليتر هيطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي 100 واتس. السؤال رقم 7 بيقول لي what is the main benefit، ايه يا ترى الهدف الاساسي او النفع الاساسي، اول حاجه اللي انت هتستفادها of using renewable energy compared to the fossil fuel. تمام،
هنبتدي مع بعض. اول واحده، هل increased البولوشن، reduced الكربون emissions، ولا عندنا high cost، ولا نعمل relying on non-renewable resources؟ تيجي نترجمهم سوا. هل ان انت هتزود البولوشن، ولا هتقلل الكربون emission يعني التصاعد او ان انت تطلع ادخنه من الكربون، ولا high cost يعني في تكلفه عاليه، ولا ان انت هتعتمد اكتر على النون رينيوبل انرجي؟ ايه رايك تفكر كده وتقولي؟ اكيد طبعا اكتر واحده عندنا تمشي معانا ان انا اعمل ريديوز للكربون ايميشن، يعني كل الحاجات اللي طالعه من الكربون هقللها. السؤال رقم 8، what are the main challenges facing the use of solar energy in desert area؟ يا ترى ايه التحديات اللي بتقابلك لو انت عايز تعمل سولار انرجي في مكان صحراوي؟ نقرا مع بعض. lack of sunlight يعني ما عندكش sunlight، طبعا كلام تحس انه مش منطقي، ازاي بتكلم على desert area وتقولي ما فيش شمس؟ تمام. رقم 2، dust accumulation on solar panels يعني على الالواح بتاعه السولار سيل بيبقى متغطيه بالتراب، dust accumulation. ولا low installation cost يعني التكلفه بتكون قليله، ولا lack of modern technologies ما عندكش اي وسائل حديثه؟ طبعا اكيد الكفاءه بتاعتي هتقل، او التحديات اللي هتقابلني ان انا بلاقي accumulation من الدست على السولار بانل. يبقى رقم 8 هختار مع بعض dust accumulation on solar panels. رقم 9 مديني مسألة، السولار سيل efficiency equals الالكتريكال باور produced، كمية الالكتريكال انرجي اللي هتخرج divided by الاوبتيكال باور بتاعة الانستنت انرجي اللي جايه لي او نازله لي من الشمس. تمام. يبقى ده كل ده بعمله قد ايه؟ بعمله تايم 100 طبعا. تمام. هبتدي كل الموضوع اخد الارقام اللي هو مديهاني واحطها في اللو بتاعي. طب الالكتريكال باور produced كانت قد ايه؟ كانت 250. تمام. طيب الانسيدنت اللي نازله لي على السولار سيل قد ايه؟ كانت بحوالي 1000 واط يعني ب 1000 واط. كل ده هعمله تايم 100 هيطلع لي 25%. يبقى انا هختار اي تشويس على طول، الاختيار اللي قدامك اللي هو 25% اللي هو دي. السؤال رقم 10 بيقول لي وبيسألني why is the hydropower considered environmentally friendly compared to the fossil fuel؟ فبيقول لك ليه الطاقة اللي جاية من الووتر أو الطاقة الكهرومائية بتعتبر friendly للانفايرمنت يعني صديقة للبيئة لو قارنتها بالفوسيل فيول، الوقود اللي جاي من زي الكول والبتروليوم اويل والناتشورال جاز، أو بنقول عليه الوقود الأحفوري اللي بطلعه من الأرض. أكيد طبعا. تعالى نقرأ الإجابة، والإجابة هتبقى واضحة جدا جدا جدا. نقرأ مع بعض كده وقول لي اخترت إيه. هل يا ترى because it produce high carbon emission؟ هل ده عشان الكهرومائية أو الطاقة الكهرومائية بتطلع لك انبعاثات للكربون كتير؟ أكيد طبعا كلام مش منطقي. طيب بص على بي because it relies on the movement of water and doesn't produce harmful emission. أكيد طبعا. يبقى في الحالة ديت أنا بعتمد على حركة الووتر وما عنديش أي harmful emission أو أي انبعاثات ضرر. عشان أتأكد تعال نكمل مع بعض قراية لسي ودي. because it require the burning of fuel يعني بعتمد إن أنا بحرق فيول، الكلام ده مش مظبوط. آخر واحدة because they are non-renewable، أكيد طبعا لأ، لأن عندنا مع بعض الهيدرو باور ديت بتكون renewable energy مش non-renewable. السؤال رقم 11 what are the main challenges facing the use of the wind energy in urban area؟ يعني عندنا مع بعض ايه التحديات اللي هتقابلني ان انا لما اعمل wind energy في اي مناطق الاربن اريا؟ يعني ايه الاربن ارياز؟ اللي هي المناطق الحضريه زي المدن مش الارياف. ايه يا ترى التشالنجز او المعوقات او التحديات اللي هتقابلني؟ كل الموضوع هنقرا مع بعض التشويسز ونشوف مين انسب واحد. هل يا ترى لو ويند سبيد ما عندكش سرعه كافيه للويند او الرياح السرعه بتاعتها قليله؟ هاي كوست انستليشن يعني التكلفه بتاعتها بتكون عاليه. the need for large areas انت محتاج مكان واسع، ولا all the above؟ مين اكتر واحده تمشي معاك؟ اكيد طبعا هيطلعوا لك all the above. السؤال اللي بعده what are the environmental benefits of using solar energy؟ ايه اللي هيعود بالنفع على البيئة بتاعتي لما استخدم السولار انرجي؟ تيجي نقرا كده. increase الكربون emission، لا طبعا ده غلط خالص، انت كده بتزود لي الدخان والحاجات والكربون والحاجات اللي مش حلوة وده مش صحيح. reduce reliance of the fossil fuel، ان انا بقلل الاعتماد او الديبندنس على الفوسيل فيول، ده طبعا صح. increase البولوشن، لا طبعا انا مش بزود التلوث. ولا depletion of natural resources، ان انا بعمل لها استنزاف او ابتدي ان انا اهدر فيها واستنزفها. ده بالنسبه للتشويسز. تعال نبص على الايسي كويشنز بتقول لك ايه. الايسي سؤال مقالي عايزك تكتب
أول سؤال بيقول لك what are the factors depend on the ability of the solar cell from time to time during the day. ايه العوامل اللي بتعتمد عليها السولار سيل بتاعتنا من وقت للتاني خلال اليوم؟ تعالى نبص كده على الإجابة. نمبر 1 the change in the angle of the sun rays. طبعا ازاي ان بيحصل اعتماد على زاوية الشمس، هي نازله لك inclined يعني بزاوية، نازلة بانجل بزاوية، ولا نازله لك vertical عمودية؟ طبعا لو نازلة عمودية يعني vertical في الحالة ديت انت عندك sun energy كتير، لكن لو نازله لك inclined يبقى كمية الشمس قليلة. طب رقم 2 presence or absence of clouds، يعني عندنا سحب ولا لا؟ في حالة لو انت عندك clouds اكيد طبعا ده هيقلل لك كمية السولار انرجي اللي نازله لك من الشمس، لكن لو ما عنديش clouds او في كيس ان absence of clouds فالدنيا هتبقى تمام وعندي كمية سولار انرجي كبيرة. طب ايه كمان من التحديات اللي قدامي؟ الامباكت اوف environmental factors such as التمبريتشر والويند والدست والهوميديتي، كل ده بيأثر لك على كمية الحرارة اللي جاية لك من الشمس او الطاقة الضوئية اللي جاية لك من الشمس. التمبريتشر درجة الحرارة، الويند هي الرياح، الدست التراب، والهوميديتي اللي هي الرطوبة. السؤال رقم 2 في الإيساي، تعال نشوف كده مع بعض بيقول لي ايه. السؤال رقم 2 what is the function of the solar cell، بيسألك يا ترى ايه الفانكشن بتاعتها او الوظيفة بتاعتها ايه. تعال نقرا الإجابة. solar cells convert the solar energy أو light energy directly into electrical energy، هتحول اللايت انرجي اللي جاي لك من الصن هتحولها لك تبقى electricity أو electric energy. طب رقم 2 بتعمل ايه كمان؟ preserve the environment يعني بتحافظ لك على البيئة because they reduce هتقلل environmental impact of the pollution يعني هتقلل لك من تأثير التلوث خالص اللي جاي لك من الفوسيل فيول. السؤال الثالث في الإيساي what are the sources of renewable energy، ايه المصادر بتاعت renewable energy؟ عندنا اكتر من مصدر، تعال نبص على السورسز كده. نمبر 1 السولار انرجي الطاقة الشمسية، رقم 2 الويند انرجي طاقة الرياح، الهيدرو باور الطاقة اللي جاية لك من الووتر او من المية، اخر حاجة خالص البايو انرجي او بنقول عليها الطاقة اللي جاية لي من الكائنات الحية وكمان الاورجانيك ماتر اللي هي المواد العضوية. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.